يا جماعة انتوا ما بتعملوش الحلاوة الطحينية في البيت ليه؟ بجد هي مش بس اوفر، هي طعمها احلى من اللي بنجيبها من بره بكتير، وطريقتها سهله جدا وما بتاخدش اي وقت. اول حاجه هنجيب كوبايه ونص من اللبن البودره، هننخله بالشكل ده، هنحط عليه كوبايه ونص من السكر البودره وبرده لازم ننخله. هنزود عليه رشه كده من الفانيليا ودي اختياري بس بصراحه بتفرق في الطعم، وهنزود المكون الاساسي وهي كوبايه مليانه من الطحينه الخام. دي طحينه انا عملتها في البيت والوصفه بتاعتها موجوده عندي في الصفحه، سهله جدا وطبعا تقدروا تشتروها جاهزه. بس كده المكونات بتاعتنا خلصت، هنقلب الكلام ده كله وتقدروا تعجنوها بايديكم لحد ما توصل للقوام ده. بذمتكم في اسرع من كده؟ هنجيب بقى اي علبه تلاجة عندنا وهنحط شويه مكسرات كده من تحت وطبعا دي اختياري، وهنحط عليها الحلاوه بتاعتنا بالشكل ده. وبعد كده هنحط برده شويه من المكسرات كده من فوق. تقدروا تحطوا اي نوع بقى، فول سوداني، بندق، لوز، اللي عندكم. ولو مش عندكم تقدروا تعملوها ساده، ولو حابين تعملوها بشوكولاته زودوا عليها شويه كاكاو هتبقى خطيره. هنكبسها كده بايدينا كويس جدا وهنسيبها في التلاجة لمده ساعتين وهنطلعها. بصوا عايزه اقول لكم ان ده تقريبا بار وزنه كيلو وربع. فشوفوا قد ايه الموضوع موفر، ومش بس قصه توفير، طعمها يا جماعه بجد احلى بكتير من اللي بنجيبها جاهزه، وطريه كده وتحسوا ان انتوا بتاكلوا حاجه فريش وعاملينها في البيت. جربوها انا متاكده هتعجبكم جدا.